نختم بهذا السؤال. يقول أن هناك بعض مقاطع الفيديو فيها تصوير للجنة وللنار وللصراط، هذا يا إخوة لا يجوز. لا يجوز أن تصور أمور الآخرة بصور وتنشر على هيئة أفلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما تعلم النفوس ماذا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليست الجنة مثل الدنيا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذا اسمه فاكهة، وهذا اسمه رمان، وهذا اسمه يعني أعناب، وهذا نخيل، لكن الشكل والماهية والعين مختلفة تماما. فالجنة ليست كالدنيا. كذلك أمور يعني الأمور الغيبية مثل الصراط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ويعبر عليه الناس. لا يجوز إنسان أن يصور الميزان مثلا، يصور تطاير الصحف، يصور دركات النار، سلاسل النار. كل هذا غيبيات لا يجوز نشر مثل هذه الأفلام أو المقاطع التي تحوي أمور الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.